السلام عليكم، مرحبا بكم متابعين شان لمتنا في كوجينتنا. ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم ان شاء الله باش نقدموا مع بعضنا وصفه جديده ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. وصفه اليوم هي المعاصم اللوز ولا معاصم الفاكهه ولا سواقر اللوز، حصيلوا كل واحد كيفاش يسميها. بالنسبه للمكونات نتاع الوصفه خذيت 200 غرام فاكهه. بالنسبه للفاكهه تنجموا تستعملوا بوفريوه فقط والا لوز فقط. انا هنا عندي فاكهه متنوعه، فيها اللوز الابيض، فيها اللوز الاحمر، وفيها البوفريوه. عليهم 50 غرام سكر محور. بالنسبه للسكر المحور والا السكر الجلاس ولا السكر الملحي تنجموا تستعملوا حتى السكر العادي وتحولوه في الدار. باهي، وعندي هنا 100 غرام زبده. بالنسبه للزبده خليتها تطيب وتذوب، انا مازلت عندي ما ربحتش بالباهي، اما خليوها تطيب بالباهي باش تعطينا بريكه بنينه وبريكه حلوه. باهي، ولهنا عندي شويه من ورق الملصوقه. انا محل خليت باكو، ممكن نستعمل الكل ممكن لا، مش مشكله، الفايده وكخليو باكو تحت منكم. وعندي لهنا شويه من ماء العطرشيه. الماء العطرشيه هو ما يكفيني باش نعجن الفاكهه. تنجموا تستعملوا ماء الورد، تنجموا تستعملوا حتى ماء الزهر، والزهر وكتويكا بدا يتيح في السوق. وتو نوريكم فيديو مزيان نتاع تقطير الزهر ان شاء الله بالقطار جديد. هذوما المكونات ونتعداو مع بعضنا لطريقه التحضير. بسم الله. باش نرحي الفاكهه، الفاكهه مش نستعمل الحاهيه اللي وريتها لكم المره الفايته. باهي، لهنا نحطوا الفاكهه ومش نزيد معاها السكر المحور. باهي، باش لهنا الفاكهه ما تزيدش، مش نقسمها على اثنين. بون، هي كونتيتي ماهيش كبيره برشا، اما كانت تقسم على اثنين، والسكر زاد كيف نقسموها على اثنين. السكر تنجموا تنقصوا حتى في الكميه، اذا كان جاتكم من 50 غرام تقولوا انتم كونتيتي كبيره، نقصوا شويه في الكميه على خاطر من بعد باش نحطوا لهم شويه شحور. انا بالنسبه لي مش نقص في كميه السكر. باهي، هنا نرحيهم حتى نتحصل على بودر نتاع فاكهه. تو باش نبداو نزيدو العطرشيه بشويه بشويه على الفاكهه اللي رحيناها. ما تزيدوش كونتيتي كبيره، وبالطبيعه ويدتنا تكون مغسوله ومعقمه. مش نلمدو هذيك الفاكهه بالطريقه هذه. قبل كنا نعملوها كان باللوز الاحمر، قبل كان عندنا لوز في الجنان. كيف نجمعوا الزلوزات يا حسره، كنا نخليو هذاك اللوز الاحمر نقشروه ونخليوه في القصدريه، هذو من العادات يعرفوهم الصفاقسيه، ونخليوه باش هكا وين نسحقو وحنا نمدو نرحيو ونعملو هذوما السواقر. كنا زادا كيف كي نروحو من المدرسة في رمضان، نروحو نتجراو يا حسرة حنا صغيرات، نلقاو الوالدة تحضر لنا فيهم. اليوم انا باش نحضرهم للوالدة. باهي، ريتو كيفاش نخلطو الفاكهة، ما نعجنوهاش، جوست تتلمد. هاكي هي من بعديك نمشي نخدموها سواقر، هاكي لازمها تتلمد معانا بالطريقة هذه. هاكي سافا، يدوب حطينا شوية العطرشية. وريتو هنا تعمدت كيف انا نرحيها، ما نرحيهاش بودر برشا، خليتها هكا تكون حية شوية باش تظهر اللي هي فاكهة مزيانة وبنينة. باهي، لمدو هذه الفاكهة متاعنا كيما هكا، ونتعداو لتشكيل صيبعات البريك ولا المعاصم. حضرت كل شيء. لهنا عندي هذوما الصوابع متاع الفاكهه، حضرت مدي بودان كيما هكايا. ريتو هذا الوزن نتاعو، حبيت نوزن لكم باش نعطيكم بالنسبه للناس اللي تحب تخدم. هذايا فيه 16 غرام. باهي، البودان فيه 16 غرام. باهي، عندي لهنا حضرت الكل. بالنسبه للكل هي مغرفه فيرينا ومغرفه ماء، تخلطوها مع بعضها حتى تولي كيما هكايا، ريتوها تولي عجينه سائله. هذيك باش نسكروا بها كعبات البريك باش يقعدوا مرتوبين. باهي، ولهنا شنو عندي؟ عندي هذيك علبة البريك قصيتها على 3. ريتوهم ما يجيوش صغيرات، راهو مش كيما مثلا المعاصم تاع الدقله، ولا ما يجيوش صغيرات، هذوما يجيو الحجم نتاعهم كبير شويه. باهي، تويكا باش نبداو في اللفين الملصوقه، سهله برشا. باهي، لهنا تبعوا معايا التكنيك. جوست هكا نحطوا الوريقه كيما هكايا، باش ندهنوها لهنا بالفرشيط. بالطبيعه البلونتو درافاي نتاعنا يكون نظيف. باهي، لهنا ندهنوها كيما هكايا بالزبده. هذه زبده باش تعطينا بعديك قرمشه، على خاطرنا مش نطيبهم في الفور. اذا كان مش طيبوهم في المقله معناتها مش تقليوها، حاولوا ما تكثروش الزبده، وتجموا حتى تلغيوها. اما هنا الزبده راهي تساعدك باش تلف الورقه نتاع الملصوقه. باهي،
ونحطوا لهنا البودان اللي حضرناه. كديما نحب نوريكم التكنيك هذه اللي نخدموا بها الحاجات اللي فيهم الملصوقه الكل. وبعديك نهزوا الاطراف ونبداو نسكروا لهنا على كعيبه الملصوقه بشويه بشويه، وهيك الاطراف تبدا تتلم هكايا من اليمين واليسار. قاعد نعلم في المبتدئين، اما العاده فيت في العمليه تصير. اما هناك وسعوا بالكم بشويه بشويه كيف من هكايا حتى يتلف عندكم البودان ولا السيجار وكيما تسميوه. ريتو كيفاش واحده 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 واحده. الاطراف كانهم مش مستويين كيما البريكه هذه مثلا، سهل برشا. قصوها كيما هكا به. ولهنا باش ناخذ هكا شويه من هذيك الفارينه ولا شويه من هذيك الكوله ونحطوها هكا على الاطراف ونسكروا بها كعيبه المعصم. العمليه كي سهله، وجوست هكا نوريكم بالوحده بالوحده ومن بعديك تولي العمليه اسرع. كملت بيك حطيتهم هكايا في الطبيق البيوريكس، دهنته بشويه زبده. ولهنا بعد ما كملت لفيتهم الكل باش نزيد عليهم هكا شويه زبده زاده كيف كيف، ومش ندخلهم للفور يطيبوا على قداش درجه؟ على 180 درجه. بالنسبه للوقت خليوهم حتى 15 دقيقه، والا عينكم ميزانكم حتى يولي اللون نتاعهم ذهبي. تجموا اذا كان الفرن نتاعكم قوي ما يصيرش نقصوا حتى على 170 ولا 150، خليهم يطيبوا سله سله. جوست احنا حاشتنا لهنا بهذيك البريك باش يولي احمر مقرمش، ويولي زاده كيف كيف يعطينا هذيك البنه مع ريحه الزبده اللي مش تطيب مع ريحه الفاكهه اللي بالعطرشيه، حصيلو باش يعطينا ميكس مزيان. توا السواقر خرجوا من الفور، مازالوا سخان شويه لا محاله. شوفوكم جاو هكاك مزيانين مرتوبين محلاهم. هكا كيف تلفوهم ما تنزلوش برشا باش الكعبه ما ترشقش. باهي خاصيلو انا لهنا حضرت شويه شحور. بالنسبه للشحور هي الوصفه العاديه نتاع الشحور اللي هو كيلين سكر وكيلة ماء يغلي شويه عصير قارص يكمل يغلي، نزيدوه شويه منكه. او كتلقاو الطرق الكل هبطهم في الجروب. في بالي كل وصفه ديما نقول على وصفه الشحور. وعندي لهنا شويه فستق، هذا الفستق كالعاده نظفته وهروشته. انا مانيش باش نغطس الكعبه في الشحور، تنجموا تغطسوها كامله في الشحور، لكن بصراحه كلينا برشا حلويات. دونك لهنا قلت من المستحسن لي انا ندهنهم هكايا بالشحور فقط، وانتم تحبوا تغطسوهم كاملين غطسوهم كاملين. لكن في دارنا كلينا برشا حلويات مزيانه اللي حضرتهم انا كالعاده. دونك قلت برا نتجنب شويه سكر. امي قالت لنا حلف بمين ما طلعنا سكر كان انت عم سنان. لكن انا نحب نودهن هيك حد نيتي، ما عنديش نيه خايبه نحب نطلع على السكر ولا الطونسيون بالكل. به ولهنا نحطوا هكا الاطراف. به الاطراف يتنغطسوهم باش يزيدوا معناتها يلصق فيهم الفستق نقولوا احنا. به وبعد نغطسوا هكا الاطراف لهنا. شوفوا ما شاء الله هيك الزين هيك العين هيك البنه. والحلو التونسي هذا بعيدا على الكنافة وعلى حلويات دبي وهيك الفازات. هاي سيدي هذه أول كعيبة حضرت، وهذه الوصفة متاعنا من بعد ما حضرت وحطيتها في صحن التقديم. النتيجة جات مزيانة برشا وبنينة برشا. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش هذاك الشحور عاطي لمعة. ريتو هذا شحور عادي راه من غير لا جليكوز لا حتى حاجة، جوست طايب بالطريقة الصحيحة ويعطينا جو مزيان زاده كيف كيف بريحة الورد والا ريحة العطرشية اللي عملناها في الفارس متاع المعاصم هذوما. طريقة سهلة بسيطة. اللوز والبوفريوة تجمعوا تعوضوهم بالكاكاوية والجرجلان يعطيكم زاده كيف كيف تقول انت الجو متاع البوفريوة. باهي لهنا بالنسبة للحفظ متاعهم تجمعوا تحضروهم وتخليوهم من غير شحور، تجمعوا ترشوا عليهم السكر المحور.
لحظة التقديم. تنجموا زاده كيف تشحروهم لحظة التقديم، وتنجم تكون زاده فكرة لحلويات العيد. أو كان هنا بدينا في النصف الثاني متاع شهر رمضان. إذا كان أنت تعجبك وصفة من وصفات حلويات العيد قيدها في ورقة، وكل مرة خذ القضيات أو خليها على جنب باش من بعديك ما تحيرش في الوصفات اللي مش تحضرهم. لهنا شوفوا ما شاء الله كيفاش يكون من داخل. لهنا ريتو البات كروكونت ومن داخل طري. هكا قصيت لكم لهنا، حبيتكم تشوفوا من داخل كيفاش تكون النتيجة. كالعادة اللي زورنا أول مرة ما ينساش باش يخلي أبوني ويفعل الجرس باش يوصلوه نوتيفيكاسيون. إذا كان عندكم اقتراحات ما تنساوش باش تخليوهم لي في التعليق. السلام عليكم والشهية طيبة للجميع.